السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الكل يكون بخير وعلى خير ورمضان كريم. معكم مطبخ الهمة السعدية. وصفتنا اليوم بروشيت في الفرن ديال لاداند. رافقته بشوية البصلة ومطيشة. هنا غادي ندوز معكم المكونات. عندي ستر ديال لاداند بعد ما غسلته وقطعته طريفات. الكميه كتبقى على حساب افراد العائله. بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال الكركم، شويه ديال الابزار، الفبريكا وشويه ديال الملح على حسب الذوق وسكينجبير. التوابل كيبقاو على حساب الكميه اللي عندكم ديال لاداند. صافي هنا غادي نضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الحامض، ممكن تعوضوهم بالخل. هنا عندي تقريبا واحد 2 معالق ديال القزبر والمعدنوس اللي دقيتهم مع 2 فصوص كبار ديال الثومه. الا كان الثوم مجفف يكون احسن. غادي نضيف 2 معالق كبار ديال الكيتشوب، وغادي نضيف تقريبا معلقه مع عمراش ديال لاموطارد. غادي نضيف ربع كأس ديال زيت المائده. اللي بغى يعوضو بزيت العود يعوضو. هنا بالنسبه للهريسه كتبقى اختياريه، اللي ما كيبغيش الحار ما يديروش، ولكن كيجيو بها لذاذ. صافي غادي نخلط الكل ونخليهم يتشربوا. كل ما تشربوا يكون احسن على حساب الوقت اللي عندكم. صافي هنا بعد ما تشربوا ليا غادي ندوز نعمر البروشيط في واحد الطاوه. وضعت البابي كويسو او ورق الزبده وفرشت شويه ديال البصله ومطيشه. ممكن ديروا الخضر، كيبقى لكم الاختيار. صافي غادي نعمر البروشيط ديالي وكنستفهم في الطاوه، وغادي ندخلهم للفرن حتى يتحمروا من الجهتين. قبل ما نخرجهم من الفرن كندهنهم على الوجه بشويه ديال الزيت المائده باش كتعطيهم ديك التحميره. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي. كيجوا غزالين سريعين سهلين. قدموهم بالصحه والراحه ورمضان كريم. هنايا ضفت عليهم شويه ديال الكيتشوب، كيبقى اختياري. ما تنسونيش من تشجيعات ديالكم، من لي لايك. دمتم في رعاية الله، وإلى وصفة قادمة إن شاء الله.